السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المشاهدين، كما كتشوفوا معنا اليوم قررت أنني ندير لكم حلقة ديال ستيكو رخامي أو ما يسمى بالستيكو سامبل بطريقة الرولو. المهم، طريقة الرولو راها سهلة ومبسطة وفي متناول الجميع. وبالنسبة للإخوان المبتدئين أو الحرفيين بصفة عامة، بغيتكم تشوفوا معايا هاد الطريقة ديال الرولو، لأن بزاف ديال الحرفيين متخوفين من الطريقة ديال الرولو. طريقة الرولو كتعتمد على حاجه وحده، وهو انك ملي كتكون كتخدم بالرولو، خاص دوك الجوانب الاولين اللي غتخدمهم بالرولو خاصك تطبقهم هما الاولين كما غتشوفوا معنا في الفيديو. تبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر باش انكم تستافدوا وديو واحد الفائده. كناخذوا ستيكو، كنخفوا شويه بالماء. هذه الطبقه الثانيه. الطبقه الاولى دوزناها بالماس، كنضرب وكنمسح عادي. الطبقه الثانيه دوزتها بالرولو. كما كتشوفوا كنبداو بهذه الطريقه هذه. كنعمروا الرول ديالنا بالستيكو مخفف 5% ديال الماء. كنشارجيو واحد ليسباس ديال المتر كاري. ما خاصناش نشارجيو بزاف، حيت لا شارجينا بزاف غيشرب لينا داكشي وغيولي لينا البوشي ديال الحيط. ما معنى البوشي هو داك الحروشيه ديال الرولو كتبقى لينا في الحيط، الا شربات كتبقى الحروشيه ديال الرولو. كنعمروا المترو ديالنا مزيان، كنكروازيوه كما غتشوفوا معنا. كنقاد السلعه ديالي باش حتى بلاصه ما تجي خاويه، باش البلايص كلهم يتشارجاو ويجيو مقادين، الشارج يجي مقاد. اول حاجه كنبداو الخدمه ديالنا من الفوق. دابا حيت انا جاي حيت ضربت الفوق ودابا هوت لتحت. علاش كنبداو من الفوق الاخوان؟ تصنتوا ليا مزيان لهاد الفكره هذه. كنبدا من الفوق باش داك التشارج ديال الرولو ما كيطيحش ليا على ستيكو لتحت. الا كتبديت من التحت كنطلع الفوق كيبدا يطيح ليا التشارج ديال الرولو، كيولي ليا بحال الكران. داكشي علاش كنضطروا اننا نخدموا من الفوق، باش التشارج كيكون ضرب لتحت كنكونوا باقي ما بديناش. ديك الساعه كنلاقيو عليه الخدمه كما كتشوفوا معنا. هذه هي الطريقه كيفاش كنليسيو ستيكو ديالنا من بعد ما كنكملوا الرولو. كنسبقوا الجوانب هما الاولين، عاد كنليسيو الوسط. كنكروازي الموس ديالي، كنضرب طول كنضرب عرض باش كنقاد السلعه ديالي. من بعد كتخدم بشويه عليك. من بعد ما كتليسي السلعه وكتحيد داك البوشي كتخدم بشويه عليك. ديك الساعه ليسي بشويه عليك. هنا غادي نقرب لكم الصوره باش تشوفوا لا فينيسيو كيفاش كنليسيو الحائط ديالنا. هذه هي الطريقه الاخوان. بعد ما كنضربوا الحيط طول وكنعاودوا عرض كنفينيو دابا العرض ديالنا. وثاني حاجه الاخوان اللي كيعتمد عليها ستيكو، وهو ان الحيط في الاول ديالو ملي كيكون مازال مرطوب كيخاصو يتشارجا مزيان ويكون دايز لوندوي مزيان ويكون مدريسي الحيط. يعني كتكون ضربتي الحيط واحد 3 كوش مكروازيه باش ملي كدوز ستيكو ديالك، لان ستيكو كدوز غير ورقات خفاف. كنظن ان كلامي مفهوم الاخوان. الناس اللي متعودين انهم يخدموا ستيكو راه غيكونوا كيفهموا الكلام ديالي، والناس المبتدئين حتى هما راه غادي يشوفوا الفيديو راه غيستافدوا منه. اهم حاجه في الستيكو او الديكورات اخرين كيبغي الحيط يكون مدريسي مزيان ويكون مقاد. قد ما كان الحيط مقاد قد ما كطلق خدمه مزيانه. هذا هو لا فينيسيو الاخوان. وكيكون الحيط خدا حقه، ما كيبقاو لك لا طلاقيات لا حتى شي حاجه، لان الحيط كيكون واخد حقه في لا شارج. ما كيبقاوش دوك الطلاقيات ودوك العضات ديال الموس، ما كيبقاوش، لان الحيط كيكون مشارجي مزيان. مناش كيبقاو دوك العضات ملي كيكون الحيط ما واخدش حقه في السلعه، اولا كتخفف السلعه بزاف. ملي كتكون السلعه متوازيه ومقاده وكتعطي الحيط لا شارج ديالو على حقه وطريقه، ما كيبقاش يبان لك داك العضات ودوك الشوائب داكشي علاش كتخرج لك البريو ديال الستيكو مزيان، ما كيخرجش لك ديك الشهوبيه. وبزاف ديال الناس كيقول لي علاش كتبقى لنا الشهوبيه في الحيط. الشهوبيه كتبقى من يدك المعلم، لان يدك الا ما قلتيش بها الحيط في الاول كتبقى الشهوبيه، لان السيراج متعوش عليه 100%. السيراج كنديرو غير حمايه. انا حاليا كنخدم السيراج كحمايه، ما كنعوش على السيراج انه يطلع لي البريو. انا البريو كنطلعو في الاول. شاهدوا معنا الطريقه كيفاش كنطلع البريو مباشره ملي كنفيني الكوش الاخير ديال ستيكو. بعد ما كنكملوا الطبقه الثانيه بالرولو كنخليوها تكرم لمده 6 ساعات او يوم كامل الا كان الحال بارد. الا كان الحال سخون راه كتكرم بسرعه 4 سوايع كتكرم. كنعاودوا الطبقه الاخيره.
شوفوا معايا بعد ما كملنا الكوش الثاني راه ما كتبقى لا ملاقيه لا حتى شي حاجه، والحيط كيجي مدريسي وكيجي ورقه واحده. شاهدوا معنا الطريقه ديال ستيكو في الكوش الاخير كيفاش كنخدموها. الكوش الاخيره الاخوان كنعمروا السلعه ديالنا بهذا الشكل هذا. غير هي السلعه كنزيدو نخفوها شويه لان كتولي تشرب بسرعه، كنخفوها شويه باش ما كتبقاش تشرب، لان الا خليتها ثقيله كتشرب لك دغيا، اما الا خففتها شويه ما كتبقاش تشرب دغيا. الطبقه الاخيره الاخوان هذه كما كتشوفوا معنا، لاحظوا معايا الطريقه ديال العمل ديال الرولو. كنشارجيو كما قلت لكم دائما المساحه ديال المتر كاري مربع، ما كنفوتوهاش، لان الا بغيتي تشارجي اكثر من المساحه هذه خاص يكونوا جوج الناس، واحد كيشارجي والاخر كيليسي. اما الا كان خدام شخص واحد ما خاصكش تشارجي اكثر من المتر. الا كنتو جوج الناس واحد يشارجي والاخر كيليسي من الاحسن. ومن الاحسن ستيكو كتبغي جوج الناس، واحد يشارجي وواحد يليسي، ديك الساعه ما كيبقى لا بوشي لا والو. هانتوما كما كتشوفوا المعلم زكريا هو تيوريكم الطريقه كيفاش كنفينيو الكوش الثاني، الكوش الاخير عفوا اللي هو الكوش الثالث. كنليسيو ستيكو ديالنا مباشره بعد ما كنكملوا الرولو، باش كنزربوا على الحيط باش ما يبقاش لنا داك البوشي. وشوفوا معنا الطريقه ديال الستيكاج كيفاش كتكون وكيفاش كتتم باش انك ما تضربش الحائط ديالك بالموس. كاين بعض الحرفيين كيديروا واحد الطريقه ديال الستيكاج الحيط كله كيضربوه. بعد ما دوز ستيكو طول كيعاود دابا يفيني العرض باش كياخذ فينيسو كافي، ما كيبقاوش دوك الشراطي ديال الموس، كيكون الحيط شرب شويه كيعطيك الطوع فين تليسي. كما كنقول لكم الاخوان راه ستيكو حاليا راه هي اللي مطلوبه في السوق، وهي اللي كيطلبوا الكليان بزاف، يعني خاص الانسان يتمرن عليها مزيان ويولي يتقنها. شاهدوا معنا الطريقه اللي كيستعمل دابا المعلم كيفاش كيتم الليساج ديال الستيكو بعد ما كنشارجي بالرولو. هذه هي الطريقه باش كنليسيو الستيكو ديالنا. كما قلت لكم ما كتشربش دغيا، كتعطيك فين تخدم. بعد ما غادي يليسي الحائط ديالو كيدوز الطول كيعاود عرض كما كتشوفوا معنا. كتخدم شويه عليك باش ما تضرب لا حيط لا حتى شي حاجه. الستيكو راه ما كتحتاجش السرعه ولا الزربه، ولا خاصك تخدمها بشويه عليك حتى المواس. الا زربتي بزاف غتولي تضرب في الحيط، تخدم وانت مركز. دوز الصبيه ديالك على البلينتا بعد ما كتفيني الحائط ديالك، كتليسي الحائط ديالك الا كانت شي قرانه ولا شي حاجه، منها كتليسي الحائط منها كتستيكي كطلع البريو. لاحظتوا معايا البريو راه كيطلع، وملي كيشرب كتعاود ستيكي باش كيطلع داك البريو مزيان. ولا كانت عندك لامون وعندك الكارطه انما 3000 كدوز عليه الكارطه راه كيطلع عاوتاني بريو مجهد، الحيط كيولي صافي مزيان. هذه هي الطريقه ديال الستيكاج الاخوان كما قلت لكم. شاهدوا معنا طريقه الستيكاج كيفاش كتتم، يعني غير كتجر الموس. شوفوا معايا البريو كيفاش كيبان لك صافي، ديك الشوبيه ما كتبقاش. وكما قلت لكم الا كانت عندك ليمون والنمره 3000 الكارطه نمره 3000 كيزيد البريو يطلع اكثر وكيبان الحيط صافي وفيه لمعان زايد، راه وجهك كتشوفيه في الحيط. هادشي كيعتمد. شاهدوا معنا الاخوان، ها هو الشكل النهائي كما قلت لكم. هذه هي الصاله اللي كنا خدامين فيها. شوفوا معايا الاخوان شي حاجه اللهم بارك. نتوما تعطيو الراي ديالكم. بعد ما كملناها بالستيكو دوزنا ليها الترخيم ديالها بالذهبي.
شوفوا معايا الاخوان الخدمه ديال الرولو كيفاش كتجي، شي حاجه اللهم بارك. شوفوا معايا اللمعان، الحيط كيطلع صافي، ما كاين لا خدوش لا ضرب لا عضان لا حتى شي حاجه. هذه دوزناها بستيكو ماربر. هنا دوزنا الترخيم، خديناه من الجليج خدمناه في الحيط كما كتشوفوا معنا. عطيونا الاراء ديالكم الاخوان، اللي عنده شي فكره انه يوصلها لينا، اللي عنده شي معلومه يخليها لنا في كومونتير، اللي عنده شي ملاحظه يخليها لنا في كومونتير. وجزاكم الله خيرا. كنتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم، واللي عجباتو شي حاجه وبغى يخدم مرحبا. غنخلي لكم رقم الهاتف.